السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا المنجوية، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم المهندس حسام أبو زهرة، استشاري مزارع المانجو، صاحب قناة أبو زهرة الزراعية. في يا جماعة احنا عاوزين نتكلم عن أهم المشاكل اللي واجهتنا في شهر نوفمبر، اللي هو شهر 11. طبعا شهر 11 ده بيبقى فيه التقلب المناخي قوي، بمعنى بنبقى خروج من الصيف داخلين على شتاء، اللي هو فصل الخريف. طيب ما نخرج من الصيف داخلين على شتاء، او خارجين من شتاء داخلين على صيف، التوقيتين دول مهمين جدا، لان بيحصل فيهم التغير المناخي زي ما حضراتكم عارفين، الاختلاف الشديد في درجات الحرارة والكلام ده. طيب ايه المشاكل بقى اللي واجهتنا في شهر نوفمبر لعام 2022؟ اول حاجة احنا لاحظناها لما حصل الامطار من حوالي اسبوع، في كمية مطر نزلت كانت كبيرة جدا. الامطار دي يا جماعة عملت جو، عملت جو مهيأ لنمو معظم الفطريات، منها فطريات مثلا التبقع، منها فطريات الجرب، منها فطريات زي الفيوزاريوم، منها فطر الفيتوفيثرا، منها فطر مثلا اللي هو عفن نهاية الساق، ان بنلاقي الساق ده مثلا من نهايته كده فيه اسوداد وعفن. وبنلاقي مثلا فطر الجرب بيبقى عامل لي هنا تقرحات كده، والتقرحات دي ممكن بالمناسبة بتيجي على الثمار، زي مثلا واحد مخزن ثمار على الشجر، فممكن الحباية نفسها تلاقي فيها اسوداد او بقع سودة كتير يعني. دي في ناس، بعض الناس تقول عليها تراكنوز، ولكن هي بتبقى تبقعات نتيجة عن عفن نهاية الساق او الجرب. لكن آه لعلاج المشكلة ديت، عشان برضو فطر الفيوزاريوم طبعا لما بينشط بيشغل اكاروس. يعني النهارده معظم المزارع اشتكت ان في اكاروس كتير، زي ما حضراتكم برضو هنا ملاحظين اهو، في هنا اكاروس بدأ يطلع اهو، وهنا اهو بدأ يطلع النتوءات واضحة هنا كده اهيت. فده ناتج عن ايه؟ نشاط فطر الفيوزاريوم داخل الشجرة او في الساق تحت، زي ما حضراتكم شايفين اهوت النتوءات اهو. فالاكاروس بادئ ينشط. فلو انا مش واخد بالي يا جماعه، لازم مع تغير المناخ من حر البرد، من برد الحر، هنا بيبقى فيه دروب شديد قوي في في المناخ بتاع الجو. فهنا هيساعد على نشاط الايه، الفطريات بشكل عام، زي ما حضراتكم شايفين اهوت الاكاروس اهوت. فهنا احنا مجرد ما المطر بيقف، المفروض ان انا في التوقيت ده ببدأ اخش برشة نحاسي قوية، مثلا وليكن هيدروكسيد نحاس، او جلوكونات نحاس، او اخش بمبيد زي التوبسين، سيوفونات الميثايل مثلا. يعني لازم اخش بمبيد كويس بعد ثبات او بعد انتظام الجو لما بيبدأ يثبت عندي والمطر وقف. لو انا في مزرعتي عندي نسبة ملوحة شديدة في الارض، لازم ان انا بدي رية مباشرة بعد عملية وقوف المطر، على اساس ان انا ابعد الملوحه عن الجدر. لان احنا لاحظنا بعد برضو ثبات المرض، احنا لاحظنا هنا بعد ثبات قصدي المطر، بعد ما المطر وقف، في مزارع كتير اشتكت لان اصبح هناك في عفن في نهايه الساق، وكتير قوي سماه داي باك. حصل برضو داي باك، موت رجعي، نتيجة برضو نشاط الفطريات، سواء في الجدر من تحت او في الافرع من فوق. طبعا نشط برضو موضوع الاكرسات اهي، نشطت معانا، ويفضل ان انا بشيلها اول باول. بس الازاله هنا يا جماعه لازم يكون ليها حساب، ان انا لما بزيل من بنزل تحت بداية الإصابة حوالي 30 أو 40 سنتي. وطالما نزلت هنا المساحة، طالما نزلت المسافة دي كلها، خلاص يبقى أنا مش محتاج أطهر. ويفضل إن أنا لو قدرت إن أنا أطهر، أو إن أنا أقدر أشيل النمو أو الأكاروس ده بإيدي، مفيش فيه مشكلة في سبيل، بس لكن بشرط إن أنا ما جرحش في السيقان بتاعت الشجر. دي كانت اهم المشاكل اللي واجهتنا في شهر نوفمبر او في 11. فلازم كلنا نكون واخدين بالنا ان اي تغيرات مناخيه بيعقبها مشاكل.
بيعقبها مشاكل، ومشاكل قويه، لانها بتبقى مشاكل فطريه. يعني ما يعني المشاكل الحشريه بتبقى مقدور ان انا اقدر ان انا اعرف الاصابه واقدر اكافحها، انما المشاكل الفطريه ما بتتعرفش غير بعد ما بتحصل مشكله كبيره جدا في الشجره، زي الداي باك، زي مثلا العفن بتاع الطفزه كده، تلاقي ايه الساق كله اسود وفيه بقع سودا كتير. طيب احنا اتكلمنا في حته وهي بعد المطر يفضل ان انا اعمل عمليه ريه سريعه عشان اغسل الاملاح حوالين. طيب لو التربه عندي ما انا عارف ان ما فيهاش ملوحه، خلاص ممكن ما ارويش، او لو رويت اروي ريه ممكن 10 دقائق على السريع. ولو ارضي بتمسك الرطوبه بطريقه كبيره، يبقى يفضل ان انا ما ارويش عشان خاطر ما اعملش اعفان جذور. يا اما بعد ما اروي وانا بروي قصدي اسحب سحبة اعفان جذور معايا عشان اوقف نشاط الفطريات اللي ايه اللي تحت عندي. دي كانت كل المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها. انا حبيت بس اعمل فيديو لان انا شفت هنا في نسبة اكرسوس بدأت تطلع معانا هنا في المزرعة دي، المزرعة الوحيدة اللي الحمد لله بدأ، لان احنا كنا راشين فطري بالمناسبة، فالحمد لله ما عندناش نشاط للفطريات بتاعه التبقعات او الجرب. انا مش شايف حاجه على الشجر، ولكن الحمد لله كله تمام. ولكن الاكاروس هو اللي بدا ينشط، وبالتالي هنا هنبدا نكافحه. وبعد عمليه الازاله بتاعه الاكاروس يفضل ان انا ارش مبيد فطري جهازي، يعني زي هيدروكسيد النحاس او السيفونات المسال برضو زي ما قلنا، عشان خاطر اطهر او احاول ان انا اقلل من عمليه الاصابه بفطر الفيوزاريوم اللي هو بيسبب لي الاكاروس بالاشتراك مع الحلم الدودي، اللي هو الاتنين بيبقوا مشتركين في الإصابة دي. وربنا يسترها علينا وعليكم، ويا رب يكون موسم علينا جميعا طيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.